طبعا السوبر الإيطالي إن شاء الله هيتلعب في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر، وبعد كده السوبر الأسباني هيتلعب في الفترة من 7 ل 11 يناير. بطولتين متعودين عليهم نشوفهم في نهاية العام وبداية العام الجديد في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة. لو هنتكلم على السوبر الإيطالي بما أنه هيبدأ الأول، فمجموع الجوائز المالية المبلغ اللي هيحصل عليه الاتحاد الإيطالي 23 مليون يورو، البطل هيحصل على 8 ملايين يورو، والوصيف هياخد 5 ملايين يورو، والفريقين اللي هيشاركوا كل فريق هياخد 1.6 مليون يورو في الفريقين اللي هيخرجوا من نصف النهائي اللي هي فلوس المشاركة في البطولة. الوضع مختلف شويتين بالنسبة للدوري الأسباني بحكم ريال مدريد وبرشلونة، فوجودهم في أي مكان بيغير أي حسابات. طبعا الإجمالي المبلغ اللي هيدفع للدوري الأسباني اللي هو لا ليجا المنظم للبطولة 40 مليون يورو، في حوالي 20 مليون يورو بالدوري الاسباني او الاتحاد الاسباني بياخدها يوزعها على الانديه في اسبانيا وهرم كره القدم هناك، و20 مليون يورو بتوزع كجوائز ماليه على الانديه. مجرد مشاركه ريال مدريد وبرشلونه في البطوله يعني كل واحد فيهم بياخد 6 مليون يورو من غير ما يلعب، يعني مجرد التواجد 6 مليون يورو. وفي مبلغ بكرسوم للبطوله بياخدوا الفرقتين الاخرين، يعني اتلتيكو مدريد في اخر مره خد حوالي 3.5 مليون يورو، اتلتيكو بلباو السنه اللي فاتت خد 3 مليون يورو. في حاله تاهل لمباراه النهائيه كل فريق بياخد مليون يورو، والبطل بياخد مليون يورو زياده.